في خلال فيديو النهارده هنتكلم على كل التسريبات والاخبار اللي بتخص فيلم سبايدر مان بيونز سبايدر فيرس واخر التحديثات طبعا اللي هي بتخص الفيلم. فالمهم بلاش ان احنا نطول ولا نخش في الفيديو. اول حاجه طبعا عايزين نتكلم عليها وده يعتبر هو اول شيء لسه نازل الفتره اللي فاتت، واللي هو موضوع ميعاد نزول الفيلم الرسمي. طبعا احنا كلنا عارفين ان هو ميعاد نزول الفيلم الاكيد اللي هو كان المفروض هينزل فيه كان هو يوم 29 مارس 2024، ولكن الميعاد ده هو اتغير وخلوا الفيلم بتاع اكروس سبايدر فيرس هو اللي ينزل السنه اللي فاتت، والسنه دي نزلوا بس فيلم شورت على اليوتيوب. والجزء الثالث بتاع سبايدر مان بيونز سبايدر فيرس لحد دلوقتي مش معروف هينزل امتى. ولكن مؤخرا كان في مغني هو طلع اتكلم على فيلم سبايدر مان بيونز سبايدر فيرس اسمه دي 4 في دي، كان بيقول الفتره الاخيره هقابلكم السنه اللي جايه في خلال سبايدر مان بيونز سبايدر فيرس. الشخص ده برضو كان عليه تسريبات من حوالي 3 او 4 شهور فاتوا على انه شغال على تراكات هتبقى شغاله في خلال سبايدر مان بيونز سبايدر فيرس، وحسب الاتفاق بتاعه مع شركه سوني الفيلم ده كان هينزل 2025. بس وقتها ما كانش في حد مصدق التسريبات دي، بس دلوقتي بعد الكلام اللي هو قاله التسريبات دي اتاكدت ان هي صح. اما بالنسبه للفيلم دلوقتي حاليا ايه اللي بيحصل فيه، فعلى حسب اخر التصريحات الرسميه من المنتجين بتوع الفيلم اللي احنا عرفناه ان هو الفيلم دلوقتي في الانتاج، يعني بمعنى صح الفيلم لحد دلوقتي ما خلص. يعني برضه عشان تترجم الكلام ده بالعربي، دلوقتي هم شغالين على الانيميشن لسه، ولسه برضه احتمال يفضلوا يغيروا في الجمل بتاعه الفويس اوفر. وطبعا زي ما احنا ما بنعرف بعد نزول كل فيلم من الافلام بتاعه السبايدر فيرس الانيميشن، بعد ما هم بيعملوا القصه بتاعه الفيلم هم بيروحوا يسالوا ممثلين اذا كان في افكار ممكن يقدموها تاني ولا لا، او مشاهد هم شايفين ان هي هتبقى كويسه لو اتضافت. فطبعا كل التفاصيل دي بتحصل في خلال مرحله الانتاج، وعشان كده الفيلم بياخد وقت. وطبعا زي ما احنا عارفين الفيلم ده كان المفروض هيشتغلوا عليه من السنه اللي فاتت، ولكن عشان اضراب الممثلين والكتاب كل حاجه هي وقفت، وعشان كده كل حاجه دلوقتي هي متاخره، وعشان كده برضو الميعاد بتاع نزول الفيلم هو اتغير كمان. اما بالنسبه للميعاد اللي ممكن ينزل فيه التيزر تريلر الاول او الاعلان التشويقي او ممكن اي حاجه رسميه بتخص الفيلم، فطبعا عشان الفيلم ده هو فيلم تبع شركه سوني، فمن المحتمل ان هو الاعلان عن الفيلم ده يبقى موجود في خلال مؤتمر سي سي اكس بي، واللي المفروض ان هو يبقى موجود السنه دي يوم الخميس 5 ديسمبر 2024. فممكن في خلال الفتره دي اللي هو في خلال شهر ديسمبر او مع بدايه السنه الجديده او قبلها بشهر نشوف اول لقطه من الفيلم او اول اعلان تشويقي او اول اعلان رسمي كمان. غير كده الناس اللي انتوا عمالين بتشوفوها كل شويه والناس اللي عماله بتسال ان هو الاعلان هينزل الشهرين الجايين او الكلام ده، فده الصراحه اسمه هبل. لان من ناحيه احنا عمالين بنقول ان هو الفيلم دلوقتي في الانتاج، فاكيد هم ما خلصوش الفيلم عشان يعملوا لك اعلان. بالكتير قوي ممكن يعملوا لك التيزر الصغير اللي هو مثلا اعلان تشويقي بسيط جدا، ولكن ده برضو لازم ان هو يتعمل بعد ما يخلصوا جزء كبير جدا من الفيلم. ولكن مش منطقي ان هو الفيلم ما خلصش فهم يروحوا ينزلوا لك اعلان، يعني فكر انت فيها شويه. اما بالنسبه للجزء الثالث واللي هو بيونز سبايدر فيرس، فعلى حسب اللي احنا فهمناه من الاخبار الرسميه الجزء ده بالفعل هو الجزء الاخير من افلام السبايدر فيرس الانيميشن لشخصيه مايلز موراليس. ومن بعد ما الفيلم ده ما ينزل بعد كده احنا مش هنلاقي انه في اعمال تانية انيميشن بتخص مايلز موراليس. زي ما اتذكر من المنتجين الرسميين بتوع الاعمال الانيميشن دي، هم نفسهم قالوا ان هم مش هيشتغلوا على اي عمل تاني انيميشن خاص باي شخصيه تانية، فهم هيخلصوا الشغل بتاعهم مع الجزء الاخير. وبعد كده شركه سوني معاها الشخصيات لو هي عايزه تحلبهم زي ما هي عايزه تعمل لهم مسلسلات انيميشن ايا يكن اللي هي عايزه تعمله هي لوحدها، بس المنتجين القدام مش هيشتغلوا على اي عمل تاني. بس مؤخرا في اخبار رسميه نزلت بتاكد ان هو المنتجين كريس ميلر وفيل لورد هيمسكوا مناصب مشرفين على الاعمال الخاصه بعالم السبايدر فيرس اللي شركه سوني هتعمله. طبعا الكلام هنا مش واضح اذا كانت الاعمال دي هتشمل الاعمال اللايف اكشن ولا لا، وده لان من ناحيه شركه سوني هي بتحاول تعمل اعمال لايف اكشن كتير، واللي منها الافلام بتاعه الفيلنز اللي انت عمال بتشوفها كل فتره والتانيه اللي بتفشل. ومن الناحيه التانيه ممكن يبقى قصدهم على الاعمال الانيميشن اللي شركه سوني برضه هتركز عليها، واللي منها زي ما عرفنا الفتره اللي فاتت ان شركه سوني هتعمل مسلسل ار ريتد لشخصيه فينوم، وده هيكون ريبوت للشخصيه بتاعه فينوم توم هاردي اللي كان ليها افلام، ولسه الجزء الاخير هينزل في خلال شهر اكتوبر السنه دي. ومسلسل لسبايدر مان المسلسل ده برضه هيكون ار ريتد، شويه اعمال تانيه للسبايدر فيرس اللي احنا شفناهم زي المسلسل الخاص بتاع شخصيه سبايدر جوين، واللي احنا عرفنا ان شركه سوني بالفعل هتعمله، واللي احنا عرفنا ان هو هيتكلم على نفس الشخصيه بتاعه سبايدر جوين اللي هي كانت موجوده في اعمال سبايدر مان مايلز موراليس الخاصه بالسبايدر فيرس، ولكن مش شخصيه تانيه فاريانت. والنقطه اللي بعد كده هي نقطه نزلت من الاخبار الرسميه الفتره اللي فاتت، والنقطه دي بتاكد ان شركه سوني وشركه مارفل بالفعل كانوا هيعملوا فكره مشتركه. والفكره دي بكل بساطه ان هم كانوا هيقولوا ان ميجالو هيرا كان بيتعاون مع كانج ذا كونكرر عشان يعملوا الموضوع بتاع المالتي فيرس ده اللي احنا شفناه في خلال مسلسل لوكي وفي خلال سبايدر مان اكروس سبايدر فيرس. فالاتنين في الاساس كانوا
كانوا متعاونين مع بعض، وعشان كده كانج عنده ميس مينيتس، وعشان كده برضه سبايدر مان ميجال اوهيرا او سبايدر مان 2099 عنده برضه الذكاء الاصطناعي بتاعه. ولكن الفكره دي على حسب الاخبار الرسميه هي اتلغت، وشركه سوني رفضت التعاون مع شركه مارفل. وده لما مارفل كانت في خلال الاتفاق بتاعها كانت بتطلب من شركه سوني على ان الشخصيه دي من سبايدر مان 2099 تظهر عندها اللايف اكشن في الام سي يو. ولكن خلي بالك هنا ان هم هنا بيقولوا ان شركه سوني هي اللي رفضت، ولكن على الجانب الاخر بيقولوا ان شركه سوني وافقت ان هي ممكن شركه مارفل تقدم نسخه من نسخ سبايدر مان 2099 لايف اكشن. بس المهم يعني بالنسبه لهم مش هي نفس النسخه بتاعت سبايدر مان اكروس سبايدر فيرس. طبعا لو هتكلم بناء على اللي انا عارفه واللي سبق واتكلمت عليه قبل كده السنين اللي فاتت، اللي احنا عارفينه انه كده كده كان المفروض في مسلسل لايف اكشن لسبايدر مان 2099 وشركه سوني كانت هي اللي هتعمله، والشخصيه دي كانت هتنتقل لعالم الام سي يو عشان احداث افنجرز سيكريت وورز. بعد الكلام اللي هو بيتقال دلوقتي ده، فاعتقد ان شركه سوني هترجع في الكلام بتاعها، وده مش شيء جديد، وهيخلوا سبايدر مان بتاع ميجال اوهيرا ان هو ينتقل لايف اكشن، او مش شرط لايف اكشن ولكن ممكن يظهروه قدام في خلال السيكريت وورز. وده لان اخر الاخبار الرسميه بتاكد ان شركه سوني حلت المشاكل بتاعتها مع شركه مارفل، فبالتالي الاتنين متفقين على كل حاجه هم عايزين يعملوها مع بعض. والنقطه اللي بعد كده هي نقطه بالفعل بتخص فيلم افنجر سيكريت وورز نفسه. على حسب التسريبات اللي هي نزلت برضو الفتره الاخيره من حوالي كام شهر، وبرضو اتكلمت عليها السنين اللي فاتت، فيلم سبايدر مان بيوند سبايدر فيرس النهايه بتاعته هتبقى انتقال الشخصيات الانيميشن لعالم الام سي يو في خلال الباتل وورلد. لو هتقول لي ايوه انا الكلام ده سمعته قبل كده كذا مره، ولكن ايه الجديد فيه؟ هقول لك الجديد هنا انه في كذا ابديت نزلوا، ولكن مش مؤكدين اذا كانوا صح ولا غلط. بس المهم يعني من ضمن الكلام اللي اتذكر ان هي الشخصيات بتاعه عالم السبايدر فيرس الانيميشن هتظهر قدامنا انيميشن في خلال احداث السيكريت وورز، ولكن مش هتنتقل من الانيميشن لللايف اكشن. يعني بكل بساطه لو انت هتقول لي ازاي انه في شخصيات انيميشن هتبقى موجوده قدامنا في العالم اللايف اكشن وهي انيميشن، اقول لك ان هو هيبقى المشهد مشابه لنفس المشهد بتاع ذا بلاولر اللي هو من عالم 616 بتاع الام سي يو لما هو كان واقف جنب مايلز موراليس. دي نفس الفكره بالظبط، الشخصيات اللايف اكشن جنب الشخصيات الانيميشن. والتحديثات دي كانت بتذكر على ان المشاهد دي كانت مشاهد تعتبر تشويقيه، او شركه سوني كانت بتستخدمها كتلميح على ان ده بالفعل اللي هيحصل قدام في خلال السيكريت وورز، ان الشخصيات الانيميشن هتفضل انيميشن والشخصيات اللايف اكشن هتفضل لايف اكشن، ولكن مفيش حد هيبقى في الانيميشن هينتقل يبقى نسخه لايف اكشن. طبعا حاجه زي كده لو انت تيجي تسالني عن رايي الشخصي فهقول لك ايوه طالما حصل في خلال اكروس سبايدر فيرس فبنسبه كبيره ده ممكن فعلا يكون تلميح على ان ده اللي هيحصل قدام في المستقبل. بس على الجانب الاخر هقول لك ان احنا عندنا المسلسل بتاع سبايدر مان وور، المفروض ان هو الممثل اللي هيلعب الدور لايف اكشن هيكون هو الممثل نيكولاس كيج، واللي هو بيعمل الفويس اوفر بتاع سبايدر مان وور بالفعل في العالم الانيميشن. فانا بالنسبه لي ما اقدرش اقول بنسبه 100% ان نفس الشخصيات الانيميشن هتنتقل لايف اكشن وهي انيميشن، غير لما اشوف المسلسل ده نفسه واشوف ايه اللي هيحصل مع الشخصيه دي. لان اللي عمال بيتذكر دلوقتي ان الشخصيه دي مش هيبقى ليها علاقه بالعالم الانيميشن او بسبايدر مان بيوند ذا سبايدر فيرس او اي حاجه من الحاجات اللي احنا شفناها انيميشن. ولكن على الجانب الاخر في ناس بتقول ان سبايدر مان نوار والمسلسل اللي احنا هنشوفه للشخصيه دي هيبقى المسلسل ده مكمل للاحداث بتاعه بيوند ذا سبايدر فيرس، او ممكن يبقى ليه علاقه بيه باي شكل من الاشكال. فبالنسبه لي ما اقدرش اقول اي كلام في النقطه دي غير لما المسلسل ده ينزل واشوف ايه علاقته بالعالم الانيميشن، سواء مكمل ليه ولا هو فعلا ملوش اي علاقه بيه. اما بالنسبه للابديت التاني واللي سبق واتكلمت عليه قبل كده مره او مرتين الفتره اللي فاتت، وهو انه احتمال الفود او الفراغ اللي هو كان موجود في خلال مسلسل لوكي وفي خلال ديدبول اند وولفرين ده بشكل كبير ممكن يكون هو الباتل وورلد اصلا. فبالتالي الشخصيات بتاعه العالم الانيميشن بتاعه السبايدر فيرس هي هتتمسح وهتنتقل للفود او الفراغ، وده اللي هيحصل فيه الاحداث بتاعه السيكريت وورز. وده طبعا استنادا على الكلام اللي انا سبق واتكلمت عليه قبل كده على ان فيلم ديدبول وولفرين المفروض ان هم هيروحوا الكون بتاع الباتل وورلد. ولكن على الجانب الاخر ازاي ان هم هيروحوا للكون بتاع الباتل وورلد اللي هو مش هيتعمل غير في بدايه احداث السيكريت وورز، وده بعد كل الاكوان الموازيه ما تتدمر، لان الباتل وورلد بيتكون من جزء من كل الاكوان الموازيه. فالاكوان الموازيه من ناحيه هي ما اتدمرتش عشان نلاقي الباتل وورلد ان هو اتعمل، فكده من المحتمل يكون هو الباتل وورلد هو الفوت، والشخصيات دي هتتمسح فيه وهيبقوا موجودين في خلال مكان ما كلهم مع بعض. كان في برضه اشاعات بتنزل الفتره اللي فاتت كانت بتقول ان هو في خلال سبايدر مان بيوند سبايدر فيرس من المحتمل ان احنا نشوف موت جوين ستيسي. ولو هتقول ليه فهقول لك لحد دلوقتي انا مش عارف، بس ده ممكن يبقى ليه علاقه بالكلام اللي عمال بينزل عن الفيلم على ان الفيلم ده هيكون عاطفي وهيكون فيه شغل رومانسيه وحاجات من دي كتير، ومن الاخر يعني هيلعب على الاحاسيس بتاعتك. بس زي ما قلت لحد دلوقتي دي تعتبر اشاعه ما فيش عليها تسريب، ما فيش عليها تاكيد، ما فيش عليها اي حاجه تاني بتاكد ان هي بالفعل هتبقى موجوده جوه الفيلم.
الفيلم نفسه. وطبعا زي ما قلت لك من شويه الفيلم ما زال ان هو في الانتاج، فمن المحتمل لو حاجه زي كده طلعت صح ان هم يغيروها. وعلى ذكر جوين ستيسي، فعلى حسب برضو اللي احنا عرفناه وسبق واتكلمت عن النقطه دي قبل كده، المفروض انه جوه الفيلم نفسه هنشوف انه في نسخ فاريانت مختلفه من شخصيه سبايدر جوين، ومن ضمن النسخ دي سبايدر جوين الخاصه بايما ستون، ودي اول مره هنشوف فيها ايما ستون وهي بتلعب الدور لايف اكشن. والشخصيه الثانيه واللي هي ايما ستون بطوله برايس دالاس هوارد، واللي كانت بتلعب الدور بتاع جوين ستيسي في خلال برضه فيلم سبايدر مان 3. طبعا دي هتبقى نسخ فاريانت، مش هتبقى هي نفس الشخصيات بتاعه الافلام اللي احنا شفناهم فيها قبل كده، والشخصيات دي بشكل كبير هترجع في خلال احداث السيكريت وورز. وبجانب الشخصيات بتاعه سبايدر جوين اللي هتظهر على انها نسخ فاريانت، هيبقى برضه في نسخ فاريانت من شخصيه سبايدر مان مايلز موراليس، وسبق واتكلمت عليهم قبل كده انه اغلبيتهم هيبقوا جايين من المسلسلات اللي اتعملت قبل كده الانيميشن. ومن المحتمل برضه النسخه بتاعه البلاي ستيشن 5 اللي هي كان ليها لعبه نزلت السنه اللي فاتت تقريبا. وبرضه النسخ الكتير الفاريانت دي هتبقى برضه موجوده في خلال السيكريت وورز واي شخصيه مهمه من الاخر. اما بالنسبه لتوبي ماجواير واندرو جارفيلد وتوم هولاند، على حسب اخر التحديثات اللي احنا عرفناها، فتوم هولاند مش هيبقى موجود في خلال سبايدر مان بيون ذا سبايدر فيرس، ولكن اللي هيكونوا موجودين هو توبي ماجواير واندرو جارفيلد. وظهورهم في خلال بيون ذا سبايدر فيرس بجانب الشخصيات التانية هيبقى برضه مشابه لظهورهم في خلال سبايدر مان نو واي هوم، لما هم ساعدوا توم هولاند على انه يكون سبايدر مان ويحارب الفيلنز اللي موجودين. فهنا برضه هيساعدوا شويه في الاحداث بتاعه الفيلم، بس طبعا هينتهوا بنفس النهايه اللي انا قلتها من شويه على انهم هينتقلوا كلهم للام سي يو. وعلى ذكر توبي ماجواير واندرو جارفيلد، فانت خلي بالك عشان في تصريح نزل الفتره اللي فاتت ممكن يخلي ان ظهورهم في خلال بيون ذا سبايدر فيرس يتغير، او خلال الام سي يو بشكل عام ان هو يتغير. لو هتقول ازاي، هقول لك عشان في اخبار رسميه نزلت الاسبوعين اللي فاتوا بتاكد ان هي المفروض التعويذه بتاعه دكتور سترينج هي محت الهويه بتاعه سبايدر مان بيتر باركر من الاكوان الموازيه، فبالتالي توم هولاند بيتر باركر مش معروف لاي حد، ولا توبي ماجواير ولا اندرو جارفيلد. هم معروفين على انهم نسخ سبايدر مان، ولكن مش معروف مين اللي تحت القناع نفسه. وبالتالي طالما الهويه بتاعه توم هولاند اتمسحت، فكل الهويات بتاعه اي واحد اسمه بيتر باركر برضه هتتمسح، فده هيخلي العوالم بتاعه توبي ماجواير واندرو جارفيلد ان هي تتصادم. وده طبعا على حسب التصريحات الرسميه دي لما هي نزلت توقعنا منه على ان كده شركه سوني ممكن تخلينا ان احنا نشوف ان توبي ماجواير واندرو جارفيلد ينتقلوا للام سي يو في خلال سبايدر مان 4، ويعرفوا توم هولاند انه في مصايب حصلت في العوالم بتاعتهم، والناس اللي هم كانوا مرتبطين بيها في حاله توبي ماجواير ام جي وبنته مش فاكرين الهويه بتاعته، واندرو جارفيلد في حالته ممكن تكون ام جي اللي كانت موجوده في ذا اميزنج سبايدر مان 2 ولكن اتمسحت. اما بالنسبه للنقطه الخاصه بنسخ فينوم اللي هي تبقى موجوده في خلال الفيلم، فلحد دلوقتي مفيش اي تاكيد او نفي على ان فينوم هيبقى موجود في خلال بيون ذا سبايدر فيرس او اي نسخه منه. بس لو انت هتقول لي هل ده اكيد ولا لا، هقول لك هنا شركه سوني ممكن تلعب لعبه بسيطه بحيث ان هي تبني عالم كويس. انا عارف ايوه ان انا كل كلامي بيبقى الكلام نوعا ما ايجابي بحيث ان هم يعالجوا المصايب بتاعتهم، بس بشكل كبير الكلام ده هم مش هيعملوه لان هي شركه متخلفه. بس على العموم اللي انا شايفه ممكن يحصل ان شخصيه فينوم اللي هم عايزين يعملوها ار ريتد من ضمن العالم الانيميشن بتاعهم، ممكن يعملوا اول ظهور للشخصيه دي في خلال اي كون من الاكوان الموازيه في خلال سبايدر مان بيون ذا سبايدر فيرس. وبالتالي بعد ظهور الشخصيه دي من فينوم في خلال سبايدر مان بيون ذا سبايدر فيرس ممكن يعملوا المسلسل بتاعهم عادي مفيش اي مشكله. اما بالنسبه للفيلم بتاع فيلم سبايدر مان بيون ذا سبايدر فيرس، فاكيد مش محتاجه كلام هيبقى هو شخصيه ذا سبوت. وزي ما سبق وكلمت قبل كده في خلال اكروس سبايدر فيرس كان في تلميحات على ان ذا سبوت هيموت نسخ مختلفه من شخصيات سبايدر مان اللي هتظهر قدامنا. وزي ما احنا ما عرفنا انه ايوه في شخصيات من سبايدر مان اكروس سبايدر فيرس هتظهر في خلال بيون ذا سبايدر فيرس، بالاضافه برضو لشخصيات اتمسحت من اكروس سبايدر فيرس. بس كده يكون فيديو النهارده خلص. لو عجبك الفيديو حط لايك على الفيديو واشترك في القناه لو انت لسه مشتركتش، وبيس.